طبعا من يوم اللي بديت انزل بيه مقاطع من البي سي فجأة لقيت الناس كلها قاعدة تتعارك وياي وما ادري ليش. وقاموا يجوني ناس ويكتبوا لي هيجي تعليقات: ماهر يا كلب، لا تنشر مقاطع من البي سي، انشر بس تحشيش من الموبايل. يا كلب يا جعموصة يا تحميلة تحكي على ماهر أسريان. ستيفي ترى الفزعة مالتك مال امها داعي، لان احنا قاعدين بدنا نحكي اصلا ما بدنا نتعارك. عبالة تتعاركون. الله يطيح حظ الزمايل. انت ليش بعدك واقف هنا؟ انشر تحشيش من الموبايل. لك اسكت. فقعدت افكر ساعات وساعات واشتغلت عندي الحاسة ال15 لحد ما توصلت الحل ممكن يخلي الاطراف كلها راضية. قناتي الجديدة هاي هي قناة ماهر أسريان الثانية. قناتي الأولى راح تبقى للتحشيش وللمقاطع القديمة نفس ما هي. هاي القناة راح تكون خاصة بالألعاب، لقيت هذا أفضل حل حتى نفصل، يعني اللي يحبون الألعاب واللي يحبون التحشيش، اللي يحب الألعاب راح يتابع هاي القناة، اللي يحب التحشيش راح يتابع هاي القناة. تابعوهن اثنيناتهم انتم عموما. فراح استمر بالنشر يا شباب بالقناتين. بقناتي الرئيسية راح انشر نفس المحتوى اللي هو تحشيش ومقاطع اني وستيفي وشطحات، هاي السوالف كلها راح تبقى مثل ما هي. وهاي القناة اللي تشوفوها هسه قدامكم طالعة على الشاشة راح انشر بيها ماينكرافت، سلاسل جديدة، سيرفر فاير كرافت، مودات، ممكن اضيف جراند همينه بالقناه، ما نعرف. هاي الشغلات الخرافيه كلها راح تكون بهاي القناه. فالمطلوب من عندكم هسه انه الكل ينزل على الوصف راح يلقى رابط مكتوب عليه قناتي الجديده، الكل يشترك بالقناه يا شباب. لازم نفجر هاي القناه اليوم اشتراكات، نوصل 10,000 مشترك اقل شيء. واللي يشترك بالقناه خليه يكتب بالتعليقات بوتيته، واللي يكتب لي بوتيته راح نعطيه قلب على التعليق مالته. فرابط القناه الجديده يا شباب جوا بالوصف، انزلوا هسه اشتركوا بيها وبس. اخليكم ويا المقطع. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over. We put our hands up like the ceiling can. اليوم هم راح نعلمكم شلون نخرب اغنية حلوة باقل من دقيقة. كنت بي نفس لو تبتعد ما اعيش، واخاف تروح مني وابقى انا المن. عيشتك ملك لو تطلب انت الروح، هاكل روح اقول لك فد ولا تحزن، واذكر من انا ملقاك بالاحلام. ايدك وين ايدك؟ هلا. زين لحظة، انا احب هاي الاغنية، ليش قاعد احشش عليها؟ يمكن من ورا البوتيتة. بالله خل اعدل الكاميرا شوية اشوف الفوكس مالها شلونه. لا زربت بيها جبت العيد. السلام عليكم، شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله بخير وياكم ماهر. رجعت ياكم بمقطع جديد، مقطع اليوم كلش مميز لان راح اقول لكم على اسرار خطيره بحياتي ما حد يعرف عنها اي شيء، وانتم راح تسمعوها اليوم لاول مره. لابس بدلة وخابص روحه جعموصة. جابلك شنو حرام واحد يكشخ شويه؟ وبعدين ما لك دخل، انت لا تتدخل لا تعرف شو اسوي لك. هاي عيني زبيدة عساس راح تسوين. انت تعلمت اذا ما تنكتل كل يوم بالنعال ما ترتاح. تعال امشي. لا امشي. اذاني الله يخليك جعموصة، اذاني. اول معلومه او سر عني، بعضكم يعرفوا بعضكم ما يعرفوا، انه انا عمري 26 سنه، يعني مواليد 1992. اي مو عبالكم صغير، شيبنا ترى يعني كبرنا بالعمر. ليش تحكي عن الشياب والكبار بالعمر؟ حجي دا اقول كبرنا بالعمر، يعني صرنا شياب. ما حكيت شي عن الشياب. انت منين تسمع؟ منين اسمع؟ ها حجي منين تسمع؟ ترى قلقتني. من اذاني. ها الحمد لله والشكر ما دام طلعت من اذانك. والسر الثاني اللي ما تعرفوه عني، انه اني عندي اخ اكبر من عندي اسمه سامر، وعندي خوات اثنين، واحده اكبر من عندي وواحده اصغر من عندي. بس الحلو بالموضوع انه اني وسامر دائما متفاهمين. راح اشوفكم شلون يعني متفاهمين. سامر 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 سامر، عندي شغله بدي احكيها وياك. سموري ليش ما تجاوب يا ول؟ سامر سامر ما يجاوب. سامر ما يجاوبني. لا أنسى أخاك ترعاه يداك.
والسر اللي وراه اللي ما حد يعرفه عني هو منو أغلى شخص بحياتي هاي كلها بهاي الفترة هي أمي. لأن أمي هسه هي أكثر شخص أهتم بي وأحبه وأخاف عليه وكلش مهم بحياتي. وعلاقتي ويا ست الحبايب تقدرون تقولون نفس علاقتي ويا أخويا تقريبا. ماما يوم 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 أمي مام يوم ماما ماما مام ماما ماما يوم 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 ماما يوم 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 ولك شكو شبيك؟ هلا. وهم اكو سر كلش خطير عني ما حد يعرفه. هذا السر هو انه اني احب اكتب شعر. عندما رأيتها تنظر لخشم الحوت تركتها حتى باوع على الكتكوت. ثم ذهبت لصهيب عم الزعتوت وقلت له هذا الشمل لازم نلمه. واللي يخلي ديسلايك سليمان الطمه. والسر اللي وراه اللي اريد اقول لكم عليه هو شنو اكثر شيء اني اخاف من عنده. اكثر شيء اني اخاف من عنده هو الفقدان. اخاف افقد اشخاص اني احبهم لان فقدت هوايه ناس بحياتي اني احبهم وهذا الشيء كلش مؤذي. واكثر شخص اني مفتقده لحد هاي اللحظه كلش مفتقده هو ابويا الله يرحمه. هوايه اشتاق له وهوايه افتقده. ان شاء الله يا رب ما حد يحس بهذا الشعور اللي انا دا احسه. وان شاء الله يا رب ما يخليكم تفقدون اي شخص عزيز على قلبكم. والله يطول ان شاء الله بعمركم وعمر ابائكم وامهاتكم. وهسه راح احكي لكم على سر خطير. مفروض ما احكي هذا السر اني بس راح احكي لكم اياه. من كنت صغير وطبعا هذا اني. اي نعم اني لا حد يعلق اني. فضيحة ماهر أسريان طالع دعموسة صغيرة. no, 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 no. المهم ما علينا. من كان عمري 4 أو 5 سنين كنت اسوي شغله كلش مرعبه وتخوف وما اعرف ليش كنت اسويها بصراحه لحد هاي اللحظه. كنت اجيب التشنقال مال الاكل والزم التشنقال واخلي التشنقال بالسويتش بلاك مال الكهرباء. وبيوم من الايام انتلت بهاي الكهرباء بسبب التشنقال. تعرفوا شنو اللي صار؟ قمت اشوف الدجاج احمر. واخر سر اريد اقول لكم اياه اليوم هو كلش مهم لازم تركزون بهذا السر كلش زين. احبكم. حبيب امك ديله رايعه وجميله الف ليله وليله حب وغرام. هي حلوه هي جنها مزهريه اصلها عربيه دار السلام. قلنا العراق قلنا العراق قلنا العراق. كافي 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 كافي. ونجا نجا 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 نجا. ايش قد حلوة هاي اللعبة؟ أول مرة أشوف هيجي لعبة حلوة. ها يا كلب ايش قاعد تسوي؟ دعموس عوفني هسه دا ألعب ماينكرافت. بالله عوف ماينكرافت هسه امشي نريد نتسوق من الماركت. اي روح اتسوق وجه النفاضة امشي علي. النفاضة هذه مال خالتك ابتهال راح اسطرك بها على راسك. قوم وياي يلا. قمت يا معود قمت هسه اجيك. دقيقة واحدة وتكون جاهز. الله ياخذك دعموسة. Today we offer you a lifetime offer and travel to America for only $1,000 and we will provide you with everything you need. ستيفي خلينا نشتري الشغلات اللي نحتاجها كلها بالبيت لان ناقصتنا كوم وشغلات. اريد مربى 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 مربى. هسه اخذ لك زقنبوت بس نشب شوية. انت قد هاي الحركة؟ اي قدها وطيح حظك همينه. اوكي عبالي مو قدها. دبة عميسة ياكل هريسة. يا حيوان يا دبسز ليش تتحارش بالعالم؟ تعال تعال اذاني امشي. اذاني دعموسة اذاني.
وهسه راح نكمل المسواق.